السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض هريسة الشطة الحارة. يلا بينا نعملها بطريقة سهلة جدا. عندي هنا طبعا كيلو من الفلفل الحراق اللي هو بتاع الهريسة، مخصص للهريسة. انا قطعته، يعني يعتبر كله قطعته علشان الفيديو ما يطولش مني، يعني بيبقى صغير. انا بحب اعمل الفيديوهات الصغيرة. طبعا انا قطعته بالمقص. وانتي خدي بالك، يا ريت تلبسي لو عندك جوانتي تلبسيه او كيس براحتك خالص، بس عشان ايه؟ هو فعلا حراق حراق. فانا قلت المقص سهل جدا وهيسهل عليا، اسهل من السكينه. فقصيت الكميه كلها الكيلو، وهنشوف هنعمل الهريسه ازاي. اول حاجه تغسلي الفلفل وتنشفيه خالص، تسيبيه يصفى ميته خالص وتنشفيه خالص، عشان لما نيجي نحفظه ما يحصلش عفن ولا حاجه. تمام. بعد ما قطعت الفلفل طبعا بعد ما نشف، جبت هنا الكبه بتاعتي بقى او الخلاط. انا حاطط الكميه كلها علشان افرمه. تمام كده. هحط معاه بقى؟ هحط معاه كمان فصين توم كده، 3 4 فصوص توم كبار كده، ونص كوبايه خل، ونص كوبايه زيت، عشان يسهل الضربه. لان انتوا عارفين ان الهريسه بتاعتي مش هطحنها ولا نعمها ولا حاجه. الهريسه بتبقى زي كده، قطع زي كده صغيره. تمام كده. هفضيهم بقى عشان اظبط الملح والسكر بتاعي. شايفين ريحتها جميله جدا؟ الثوم خلى ريحتها جميله خالص. طبعا بتستخدم في الهريسه دي، في ناس بتحطها كده مبدئيا جنب الاكل، طبق صغير كده جنب الاكل، ويضيفوه على اي اكل ياكلوه. تمام. بقى بالنسبه بقى للمحشي، بالنسبه الاكلات، بالنسبه بقى للمقبلات، فول، سلطه، يعني في ناس بتستخدمها يومي في كل حاجه. تمام كده. حطيت 3 معالق كبار ملح، وبرده تدوقي وتشوفي حسب الملح حسب الطعم اللي انت عايزاه، و3 معالق كبيره سكر. انا حسيت بعد ما حطيت 3 معالق ان هي ناقصه ملح شويه، فحطيت معلقتين تاني. اما السكر يعني يا دوبك مظبوط 3 معالق على الكيلو. هقلب بقى كله مع بعضه كده، واخلي المكونات كلها تختلط ببعضها. يا رب هرسة الشطة لو عجبتكم، وكان فيديو صغير كده وخفيف. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو منكم، وتشتركوا وتنوروني في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، عشان قناتي تكبر بيكم ان شاء الله. بس كده اقلب كل المكونات كويس جدا. وبعد كده هشوف كمان، انا حطيت في الاول نص كوبايه خل، احط نص كوبايه خل تانية اهي. وكمان احط نص كوبايه زيت، عشان برضو يحفظ لي الهريسه بتاعتي اهي زي كده. وادي نص كوبايه الزيت، وهقلب بقى الهريسه بتاعتي. واشوف بقى سواء ما انت احتياجاتك، عايزه تعبيها برطمانات صغيره، عايزه تعبيها في علبه تلاجة، عايزه تعبيها تخليها كده في نفس المكان وتحطيها بستريتش راب، يعني انت براحتك خالص. انا هنا عبيت علبه، وهخلي الباقي للاستخدام كده في التلاجة، وهغطيه بستريتش. تمام كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك وتعليق حلو منكم والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما عبيت العلبه بتاعتي، كنت هنسى اقول لكم، بعد ما عبيتها لازم احط عليها كده شويه زيت، عشان احفظها برضو، عشان برضو تقلل من الحرقان مع السكر بتاع الشطه. تمام كده. بس كده خلاص. ان شاء الله الفيديو عجبكم. ما تنسونيش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.